كل واحد فيه اللي مكفيه، والكرة هي متعتنا، فمش عايزين دي كمان نكرهها بسبب اللي بيمارسوها نفسهم. استقيموا يرحمكم الله. تجديد حبس ثلاثي الزمالك. في عركة تصريحات ومبررات ومكايدات دايرة اليومين دول. الكلام ده بيسيء لينا كمصريين، وخد بالك من كلمة مصريين دي عشان الكلام جارح من ناحية القانون بالاخص. سيبك بقى من اهلي وزمالك والكلام ده كله. بص، احنا سمعنا شوية كلام وتصريحات من مسؤولين في لقاءات تلفزيونية للاسف، وبغض النظر عن انها تافهة ومسيئة لينا، لكن تعالى في تصريح اهم هنا. ميدو كتب تويته بيصرح فيها انه بيطالب فيها لعيبه الزمالك بالفوز على الاهلي واهداء الكاس لزمايلهم اللي في كرب وضيقه. والله العظيم، ده على اساس انهم مش بيتعاقبوا مثلا او كانوا في جهاد وتم اسرهم على ايد العدو. وهنا محدش يضحك، لا بجد محدش يضحك، لكن نحط نقطه ومن اول السطر. تعال نتكلم جد شويه. لازم لعيب الكوره في مصر يفهم انه بيلعب كوره عشان يسلينا كجمهور، ومش عشان هو بيقبض بالملايين وبقى شخصيه عامه يبقى هو فوق القانون. لا، انت شخصيه مش مهمه في حياتنا كجمهور. فلو هنحب لاعب اكيد هنحبه عشان هو شخص محترم ولاعب كويس. لكن ايه الفايده انك لاعب كويس بس شخصيه مش محترمه؟ يعني انت مش ابو تريكه مثلا اللي انتهى عنده عصر انك تاخد لاعب قدوه. الكل بيحب تريكه عشان تريكه عارف وظيفته ايه وحدوده فين ورسالته ايه كشخصيه عامه، وليك في ده مواقف كتير قبل كده. من هنا عايز اوضح واكد عليك كمشجع او متابع، اوعى تمشي ورا التيار والمكايدات دي. وهنا بخاطب العامه مش من جمهور معين. احنا في مجتمع بينهار بسبب اننا مش بنحط كل شخص في مكانه الاجتماعي، وده مش معناه انك تقلل من حد او تعلي منه، بالعكس ده بيخليك تعلي من شأن كل ما هو مفيد في حياتنا العمليه، مش الترفيهيه مثلا. لان في النهايه كل واحد فيه اللي مكفيه، والكرة هي متعتنا، فمش عايزين دي كمان نكرهها بسبب اللي بيمارسوها نفسهم. استقيموا يرحمكم الله.